مزرعة جاء على بالي قصة قديمة له تقريبا 3 سنين أو 4 سنين، صايرت لي مع أحد مشايخ عنيزة، رجل فاضل طالب علم ما شاء الله عليه، إمام جامع من كبار جوامع عنيزة، ما شاء الله تبارك الله، قراءته جميلة، صوته من الطبقة الحادة، لا هو بالمبحوح ولا هو بالمنتشر ولا هو بالجهوري، طبقة حادة ممتازة بالحيل. فكنت أصلي مع المغرب والأخير والفجر، وتجوز لقرايته إلا أني أنقد عليه بشيء واحد. فكان شيخنا وحبيبنا يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء، وهي الصحيح غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاد وليس بالضاء، وهذا من الأخطاء المنتشرة عند كثير من الأئمة بغض النظر. فكنت ودي أحاتيه ودي أنبهه، بس إني تضايق أنا من الأخطاء دي، لأني بالقراءات وكذا وما أقدر أصلي وراء واحد يخطي بالقراءة. فكان ودي أنبهه لكني أهاب، الرجل مهيب ما أجزم أحاتيه قدامه كذا. فكتبت ورقة حطيته بالمحراب، مضمون هذه ورقة وش هو؟ أسلوبي في الكتابة في القصائد أنا دائما أنزل شوي حيث أني أكسب الطرف الآخر. فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، من نكرة إلى علم، من صغير إلى كبير، من حقير إلى جليل، إلى الأب الوالد شيخنا الشيخ فراغ، أطال الله بقاءه وأبقى الله نقاءه، وأنقى سريرته وأسر قلبه، وقلب عدوه وعاد مبغضه، وأبغض شانئه وشانأ منقصه، وأنقص مكابره، جعله الله ذخرا وأصلحه وأصلح به وأصلح له، وبارك له وبارك منه وبارك عليه. تعالى من رفع قدرك بالقرآن وجعل لغيرك الخنا والألحان، رسم على وجهك هيبة القرآن ووضاءة المردان وحذاقة الفطان، متعك بحفظ مديد وصوت جهوري حديد، وضبط في التوقيت سديد، وتنويع في آيات الصلوات، ففي كل يوم جديد، فما لك والله من نديد. فإني محب أحبك ولم يعرفك، وتذوق منك ولم يغرفك، فنلت إعجابي وكشفت حجابي، فلا أراك الله مكروها ولا كره منك منطوقا، فإني منك لوجل ومن خطابي لخجل، لأني إليك كالنجل. أستاذي وشيخي وقرة عيني وماء وجهي، آتيك في كل شهر مرة أو مرتين، فأصلي خلفك الفجر أو العشاءين، لكني لمكانتك أحببت أن أهدي إليك نصيحتي التي من أجلها سطرت كتابي ولجمت ركابي، ولولا مقامك وعلو مرامك وجلالة قدرك واكتمال بدرك لما كرهت ولا أبهت. أولما اكتمل جمالك في صلاتك فكسبت قلوب المصلين وإعجاب المريدين، بقي ثمة نقطة سوداء على ثوب أبيض ناصع، ولسعة جوراء على خد أمرد يافع، أحببت حينها أن أكون لك كالمرآة التي لا تغش من رآها، أحببت حينها أن أكون لك كالمرآة التي لا تغش من رآها، ولا تهش من ازدراها، ولا تخون من بثمن بخس اشتراها، فإني لك والله لمن الناصحين، ولكمالك من الطامحين، فليس بعيب أن يتطفل الجاهل على العالم بغية التعلم، ولا الغشوم على الحليم بغية التحلم، إن عطلنا مبدأ المناصحة لصرنا لبعضنا من الخائنين، ولسنة نبينا من الخانئين، فنكون كالمغضوب عليهم أو الضالين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقال المؤمن مرآة أخيه. ملاحظتي بارك الله بعلمكم وزاد من رفعة قدركم هي أنه يلتبس عليكم حرف الضاد مع الضاء في كلمات القرآن العظيم، ففي قول الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا كتبتها بحرف الضاء غير المغضوب بالعصا، وهذا غلط واضح أشد غلطا من اللحن الجلي، فمعذرة إلى الله، أرجو التنبه لهذا والصبر والاصطبار وتعويد اللسان على ذلك، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. لكن مما أسلي به نفسي وأبرد به نفسي وأبدد به أسفي هو أنكم تنوعون في آيات الصلوات الجهرية، فلا تكاد تعيد ما قرأته أمس وقبل أمس وقبل أسبوع أو قبل شهر، وذلك مما يغبطك عليه أئمة محرومون كثر، فمع الأسف كثير منهم لا يقرأ إلا بآخر سورة البقرة وآخر آل عمران وآخر الأحزاب والحشر ثم من قصار السور، فيعيد ذلك على المصلين طيلة بقائه إمام المسجد. فاحمد الله متعك لاغتنام الطاعات وصيد القربات، جعلنا الله من المتحبين في جلاله، وجمعني بك على منابر من نور مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. محبك في الله معاذ محمد معلم. وحطيت رقم جوالي، قلت يمكن هي بشيء ولا 05، وحطيت رقم جوالي.
حطيته برقه بالمحراب. زين، طلعت المسجد تأكدت انها موجودة ان شاء الله ما راح تروح. يوم صليت الفجر ودق عليها الرقم غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حيا الله الشيخ معاذ، وشلونك يا شيخ؟ عساك طيب، بشر عنك وش امورك؟ والله يجزاك خير على كتابه وعلى النصيحة، والله يبيض وجهك، والله يكتب اجرك يا شيخ معاذ. ما ادري انا اعجب من اسلوبك اللغوي ولا من التركيز في القراءة ولا من النصيحة. الله يكثر من امثالك. والشيخ بالحيل ابن حلال الله يجزاه خير، محسن افضل مرة. قال ابيك تصلي مع المغرب اول اخير، ابي اسمع منك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ابيك تصلي بنا بالجامع. قلت يا شيخ انت جامعك كبير وهو عنده دروس علمية بالجامع، يجون ما شاء الله طلاب علم وكذا، فصعب اصليه وانا وش انا. فوعدته المغرب ولعلي ما جيت، انشغلت وكذا. دق علي عقب الصلاة وقال وراك ما جيت، الاخير احتريك. يوم صار الاخير وانا جاي، يوم صار قبل ذا دقيقتين 3 دقائق وانا اود اسمع عنده السلام عليكم بخير يا شيخ. هلا عليكم السلام. قلت له شلونك يا شيخ؟ هلا ما الشيخ معاذ. قلت يا شيخ اكلمه انا، قلت لا خلنا نتسنن. يوم تسننت نظرت وسلمت عليه، رجال سلامهم. قلت معك معاذ معلم. هلا الشيخ معاذ وابن حلال قام حب راسي وحيل انا وياه وبغينا نتعافر، وابن حلال قدم صلي الاخير. يوم تقدمت بصلي الاخير ولا يطلعون الطلاب والمشايخ، هم المسجد قسمين، طلع من القسم القدامي ولا طلاب مشايخ ولا شيخ قدما وتصلي يا شيخ وحط اللاقطه في ذا وتسذا وبسم الله وصلوا. انا خرشنا الله يجزاه خير، خرشنا خرجت سايده والمشايخ ينظرون طلاب العلم. وش عنده؟ وش عبيد وش عنده بيصلي بنا؟ صليت. يوم صار عقب الصلاه وفق الله هاك القرايه، ما ادري وش انا قريت، مير بها الظاهر 6 أو 7 حرف ضاد. وفق الله هاك الصلاه الحمد لله. ويوم صار عقب الصلاه جاء الشيخ قام الله يجزاه خير وجاء حب راسي، جاء ولده المؤذن حب راسي، جاء العمال وقاموا كل المسجد، جاء مشايخ وكل جاء وتجمع الناس. في الشاهد من القصة يا جماعة الخير الأسلوب بالنصيحة. النصيحة هذه وقعت في نفس الشيخ موقعا طيب، حتى أن الشيخ تقبلها وصار بينه علاقة ودية وشيء عجيب، يعني صار بينه معارفة وسوالف ثانية عدد سنابات ثانية. فالكلام اللين يغلب الحق البين، وش ضيع كثير من العوام، وش كرههم طلاب العلم والمشايخ، واستغفر الله العظيم الواحد بدأ يتهجج عنه. الاسلوب يا جماعه الخير، الاسلوب مطلوب، الاسلوب زين اسلوبك مع الناس، تكسب الناس، تكسب اول شيء رضا الله، ثم ثاني شيء تكسب النصيحه واجر المسلمين. واحد يا ويلي تلقاه يعني جاهل تكسب اجره.